هلا بالشباب، السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون بخير. الفيديو ده هقول لك فيه انا مين وبعمل ايه، كنت بعمل ايه، والفتره الجايه هعمل ايه. الفيديو ده جاي عشان احبطك فيه. يعني انا جاي عشان احبطك فيه، جاي عشان اقول لك ان انت لو انت بتلعب كوره شوف مصلحتك، شوف مصلحتك عشان انا كنت بلعب كوره قبلك، شوف مصلحتك عشان انا لعبت كوره وما استفدتش اي حاجه. انا لعبت كوره وكنت بضيع وقت بس ما استفدتش حاجه، كنت بصرف على الكوره. الكلام ده هتسمعه من اي حد هيقول لك الكلام ده، اي حد بطل. بس انا فعلا جاي مش عشان اقول لك كده واحبطك، لا ده بالعكس. لو انت بتلعب كوره العب كوره وطلع اقصى مجهود عندك. لو انت بتدرس ادرس وذاكر وطلع اقصى مجهود عندك برضو في المذاكره. انا عايز اقول لك ان انا فعلا دي حقيقه كنت بلعب كوره، ومش عايز اقول لك من وجهه نظر ناس ثانيه ان انا فعلا ضيعت حياتي في الكوره، ما استفدتش اي حاجه. كنت طول عمري بصرف على الكوره، ما استفدتش ولا ماديا ولا معنويا حتى. مش عايز اتكلم في تفاصيل، بس عايز اقول لك ان فعلا في ناس هتقول لك كده، وفعلا ممكن يكون ده اللي حصل معاك. بس انا عايز اقول لك انت لو ما كملتش في الكوره وانت اللي قررت، ما تزعلش. انا قررت ان انا ابطل كوره، او ان انا مركزش في حته الاحتراف دي. بدات العب بقى مع اصحابي حجوزات، هوايه بقى مؤخرا، لان كان حصل لي، مش هقول لك بقى حصل لي ظروف وانا ماديا كنت الدنيا صعبه، لا ده انا اهلي كانوا واقفين جنبي وفي ظهري جدا، وكانوا بيعملوا اقصى حاجه عندهم في استطاعتهم وفي حدود امكانياتهم، ما تاخروش عليا. ولكن انا وصلت لمرحله ان انا خلاص بقى عندي التزامات، انا عندي بيت فاتحه ولازم اصرف عليه. فحته الشغف دي بقيت محتار بقى، اجري ورا شغفي؟ طب مين اللي هيصرف عليا ويصرف على الناس اللي في البيت؟ اعمل ايه؟ اسيب الكوره ولا ما اسيبش؟ لا، قررت ان انا فعلا اسيب الكوره واركز في البيزنس. والبيزنس ده اللي انا قاعد فيه دلوقتي وبكلمك منه، البيزنس ده اللي بدخل لي فلوس وبصرف منه على اهلي وعلى نفسي. عايز اقول لك ان الكوره فعلا ما فادتنيش بحاجه غير بالسمعه الطيبه مع الناس، والناس عرفتني. ومن خلال الكوره انا عايز اقول لك الكوره دي كان لها قصه كبيره جدا في حياتي في فتره التجنيد، ولها تاثير بالايجاب عليا في الفتره اللي بعد التجنيد، وطلعت من الجيش وكملت في التدريب. ودلوقتي انا مهنتي مدرب كرة قدم، فده فضل يرجع للكرة برضو. الملخص اللي انا بقوله ده ان انا عايزك لو انت بتلعب كرة تجتهد وتعمل اقصى حاجة عندك، ما تلكش دعوة بالنتيجة، انت تجتهد بس توصل بقى تلعب منتخب مصر، تلعب في اهلي، تلعب في الزمالك، مش حتتك النتيجة دي بتاعت ربنا. لو انت بتذاكر ذاكر برضو، ذاكر كويس جدا واجتهد كويس جدا في التعليم، هتلاقي ربنا برضو كرمك. المهم ان انت الحاجة اللي بتعملها تطلع اقصى مجهود فيها. اي حد كان بيلعب كرة عشان يحسن من مستواه المادي ويتشهر ويبقى معاه فلوس ويبقى معاه شقة ويبقى معاه عربية. اللي انا عايز اقوله ان انت لازم تجتهد قوي في المنطقه اللي انت شغال فيها او شغال عليها، سواء في التعليم او في الكوره. الكوره فادتني كتير جدا، وهي اللي مخلياني مكمل دلوقتي وقاعد قدامك في الفيديو وبكلمك برضه دلوقتي. فقررت ان انا افتح محل ملابس رياضيه. فتحت محل ملابس رياضيه، وعايز اقول لك ان انا فتحت وقفلت اخيرا فتحت وقفلت. القفله الاخيره دي قفلت ورحت اشتغلت في شركه برضه ملابس رياضيه. وصلت لحته معينه، الكلام ده كله هحكيه برضه في الفيديوهات الجايه بالتفصيل الممل، هقول لك انا فتحت وقفلت ليه. بس انا اعرفك عن نفسي دلوقتي. المهم الناس اللي تعرفني عارفه ان انا حياتي كلها في الكوره، ولعبت ودربت ولفيت لفه طويله كده. بس انا جاي النهارده بكلمك وانا عندي شركه بتصنع ملابس رياضيه. هكمل لك وبعد كده نخش في الحته بتاعت ازاي فتحت الشركه ومكمل فيها ازاي. بعد ما قفلت المحل 3-4 محلات، خلاص فتحت وقفلت. خلاص مؤخرا اشتغلت في شركه. قررت بعد ما اشتغلت في شركه تقريبا اشتغلت فيها سنه، قررت ان انا افتح شركه برضو نفس اللي انا كنت شغال فيها، بتصنع ملابس رياضيه. اخدت خبره كبيره جدا من الشركه اللي انا كنت شغال فيها دي، طبعا مع السكيلز اللي عندي، مع شويه المهارات، مع شويه القبول والموهبه اللي عندي، قدرت ان انا افتح شركه. قصه ان انا افتح شركه دي اصلا كانت خضه بالنسبه لي، وكانت بالنسبه لي كانت كبيره جدا، ولكن انا بحب المغامره جدا. قررت ان انا افتح شركه، وعملت ورق رسمي للشركه بتاعتي، وفتحت سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، وخلاص دخلت. وحته ان انا فتحت شركه ورق رسمي دي كان لها قصه برضو كبيره كده، هحكيها لكم بس في الفيديوهات الجايه برضو. كل نقطه احكي لكم فيها احكي لكم بالتفصيل باذن الله الفتره الجايه. فتحت الشركه. طب فتحت الشركه ليه؟ فتحت الشركه عشان حسيت ان انا عايز افتح شركه، وحسيت ان انا فعلا اقدر افتح شركه، وحسيت ان انا عندي الموهبه والكاريزما ان انا اقدر افتح شركه، واقدر اتعامل مع عملاء، واقدر اصنع ملابس رياضيه. انا قبل كده وانا كنت فاتح المحل كنت انا اعتبر تاجر، ان انا بتاجر، بجيب الشغل، ببيع حاجات زي كده. لا، انا دلوقتي بصنع، انا اللي بجيب الخام وبجيب الماتيريال وبجيب كل حاجه تخص التصنيع، وببدا اصنع الملابس الرياضيه. شغال على الاكاديميات وشغال على الانديه الرياضيه. بفضل الله عندنا داتا كويسه، كبدايه قدرنا نجمع عدد كويس من الاكاديميات ونتعامل معاهم، وقدرنا نجمع عدد برضو من الانديه ونتعامل معاهم. فالفتره الجايه دي باذن الله متفائل جدا، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه جدا،
وعايزكم انتوا بقى تشاركوني بقى. يعني انتوا دلوقتي الفيديو تقريبا يعني لحد ما عرفتوا او قدرتوا تعرفوا انا مين وهعمل ايه وشغال في ايه. بنصنع اي ملابس رياضيه، تيشيرت وشورت وشراب، بنصنع ترنجات، بنصنع اي حاجه. المهم الفتره الجايه عايز دعمكم وعايزكم تقفوا جنبي. الناس اللي عندي تقريبا 4000 ونص، فاكيد هم عارفيني من خلال الفيديوهات بتاعتي ان انا بمرن كوره وبلعب كوره. انا عايز اقول لك ان انا خلاص دخلت في مجال البيزنس وبرضه بمرن، وفي حته الكوره وفي التحليل بحلل. برضه عندي قناه على او عندي اكونت على التيك توك بحلل فيه الماتشات زي الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم هنا في القناه. فعايز دعمكم وعايزكم تقولوا لي الفتره الجايه يعني عايزين تعرفوا اي نوع من التحليل، احلل لكم ماتشات ايه او حراس ايه، عايزيني اتكلم عن الملابس الرياضيه والماتيريال والخامات، عايزيني اتكلم في اي حاجه قولوا لي اتكلم في ايه. هستنى تعليقاتكم وهستنى عشان نتعرف على بعض اكتر، وان شاء الله الفتره الجايه تعرفوا حاجات كتير ويعني وتخوضوا معايا الرحله بتاعتي، رحله باذن الله رحله النجاح. عايز نفسي احكي لكم في الفيديو ده كل حاجه من اول ما خلصت جيش او اول ما دخلت جيش. قصص كتير حصلت معايا وقصص شيقه جدا عايز احكي لكم واتكلم معاكم فيها. فان شاء الله الفتره الجايه يعني هيبقى في فيديوهات كتير. مستني اللايك المتين، مستني الشير، مستني التعليق بتاعك عشان يفرحني واحس ان في عزوه وفي اخوات كده واقفين في ظهري. يلا سلام.